موضوع كلنا بنعاني منه في بيوتنا، إذا كان في أي دولة، الكنة أو مرات الابن الخبيثة اللي بتداري وعن جوزها معاملتها لحماتها. تعالوا نشوفوا ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل في الموضوع اللي احنا هنتكلموا فيه النهاردة. زوجة الابن الخبيثة مع الابن الطيب، حاجة يعني متناقضة مع بعضيها جدا جدا. يلا بينا تعالوا نشوفوا الموضوع ايه. السلام عليكم. الأول نصلوا على النبي ونبدأ كلامنا. أنا أم وعندي ابن وكان عايز يتجوز، وقال لي اختاري لي عروسة. قلت له روح انت اتجوز، روح انت اختاري العروسة اللي تعجبك، عشان ما تجيش في يوم من الأيام تقول لي اختيارك الوحش أو اختيارك الحلو. فخلينا كده من مبدأنا من البداية، انت تختار العروسة وأنا عليا أساندك وأقف جنبك. وعليها راح اتعرف على واحدة، اخت صاحبه، قريبة صاحبه، الله اعلم. وجه قال لي يا ماما انا خلاص لقيت بنت الحلال وهتعجبك قوي، وتعالي علشان نشوفوها ونتكلموا، وتكلمي والدتها ووالدها وكلام من ده، وناس طيبين جدا وهيعجبوكي قوي يا ماما. والكلام اللي انتوا عارفينه في البداية ده كان كلام حلو جدا. وتعالوا يلا نروحوا علشان نحجزوها او نخطبوها او زي ما علشان ما اطولش عليكم الموضوع تم ورحنا خطبناها وعملنا الحفلة بتاعة الخطوبة، وبنت أمورة وطيبة. وطبعا الجمال مش هو كل حاجة، أهم شيء الأخلاق والتربية السليمة، وتكون طالعة من بيت أصول. خلاص اتفقنا وحان ميعاد الزفاف. هما جابوا اللي عليهم واحنا جبنا اللي علينا وتمام، وحضرنا كل حاجة، ويلا هوب اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات. انا عايشة لوحدي في بيتي، وهي عايشة في شقة، ابني جاب لها شقة لوحدها، عايشة في شقة مع ابني. وطبعا هي من اول ما دخلت حسيت بوادر ان هي مش عايزة تكون امه لها مكان عنده في قلبه، هي عايزة قلبه كله لوحدها، وده طبعا ما ينفعش. تعالوا نشوفوا بقى عملت ايه لما حبت تملك قلب ابني لوحدها، ايه اللي حصل. طبعا من الطبيعي ان انا اروح لابني ازوره اشوفه، يعني مش متطفلة عليه، لكن ابني، وابني ده حنين جدا عليا وبيحبني قوي، وانا بعشقه، ابني مفيش غيره، فعايزة اروح اشوفه. فلما اروح اشوفه الاقيها غريبة، يعني متغيرة، وشها متغير، الابتسامة بتاعتها ابتسامة خبيثة. فأنا أقول يا بنتي يمكن هو مزعلها، أو في كلام ما بينهم وما بين بعض، أو وأقعد أو كتير قوي. وبعدين فجأة ابني راح نزل في مشوار ضروري، جاله تليفون يعني شغل، فنزل، وأفاجئ بالنكسة الكبرى. قوليلي بقى، هو انت كل يوم والتاني هتجيلنا هنا؟ هو انت كل يوم والتاني هتقعدي على قلبنا؟ فانا استغربت لها، قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده، وانا جايه اكل من بيتك؟ ده بيت ابني، وابني اللي متصل بيا وقال لي تعالي يا ماما اقعدي معانا شويه. في ايه مالك؟ استغفر الله العظيم. قعدت افكر انزل اروح، طب اعمل ايه؟ ما انا لو روحت وابني وجه ما لقانيش ممكن يعمل لها مشكله، خايفه عليها برضه. فقعدت افكر كتير، فقلت لها ايه، طيب انا هانزل، ولو جه ابني قولي له ان ماما جالها تليفون من اختك ورايحه تبص عليه. وده اللي حصل، وانا نازله قابلني ابني على السلم. يا ماما رايحه فين؟ قلت له طبعا وشي باين عليه ان انا حزينه، وابني بيفهمني كويس. في ايه يا ماما تعالي، في ايه؟ قلت له ده اختك اتصلت بيا ورايحه اشوفها. ازاي يا ماما؟ انت مش احنا متفقين هنتغدوا سوا؟ انا ما غبتش، انا رحت خلصت اديت ورق لصاحب الشغل وجيت على طول علشان هنتغدوا سوا. والله ابدا، نتغدوا وبعدين ابقي روحي عند اختي. لا والله. فالدموع نزلت من عيني غصب عني، وطبعا هو حس بحاجه. قال لي في ايه يا ماما؟ قلت له ما فيش حاجه والله. فوانا طالعه كانت هي واقفه تستنط على الباب، فقامت قالت له، طبعا هي واقفه ورا الباب زي ما قلت لكم وبتسمع الكلام، وفجاه قالت له شفت مامتك؟ بتحايل عليها بقول لها اقعدي يا طنط، يا طنط اقعدي والنبي يا طنط، عشان خاطري يا طنط. وهي بتتكلم حتى ملامح وشها بتقول ان هي مش عايزاني. انا بفهم يا ناس، انا بفهم،
وابني فاهم وكل حاجة، بس ابتسامته الطيبة وقلبه الطيب مش راضي يوضح ان هو عارف كل حاجة. فقال لي بس اطلعي يا ماما كده واستهدي بالله، اطلعي كده عشان نتغدوا سوا، بعدين يبقى روحي لاختي زي ما انت عايزة. وانا صممت وقررت وقلت له لا لازم انزل، ونزلت. بس انا نازلة وانا حزينة. قولوا لي انا غلطانة ولا ما اناش غلطانة؟ اكتبوا لي في التعليقات. وهي دي مرات الابن الخبيثة اللي المفروض كل واحد مسيرك يا مرات الابن تبقى حما. اشوفكم على خير وبخير، مع السلامة، مع الف سلامة.